السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الحلوين. هنعمل النهاردة الملوخية بالطشة المصرية. أيوة، هنعمل الملوخية بالطشة المصرية. الملوخية في ناس بتعملها بكذا طريقة، بس دي طعمها جميل جدا من الآخر، وهتستغربوا من اللي أنا هعمله. جبت الحلة وهنزل بمعلقة سمنة الأول. قلتلكوا دي بالطشة المصرية، هتشوفوا معايا. هننزل بالسمنة وهننزل بالثوم. الثوم ده هاخد نصه عشان هعمل تعتبر طشتين. ادي اول طشة اهي، حمرها. مش هحمرها، نقلب كده تصفر. الملوخية طبعا غسلينها بقى وشطفينها وخرطناها بالمخرطة، لا غنى عن المخرطة. بصوا يا حبايبي، هصفرها، مش عايزاها تغمق. ايوه كده، الصفار ده حلو كده جدا. وبعدين هكون ضربة طماطمتين اتنين حسب الكمية، مش هضرب طماطم كتير. ضربت طماطمتين اتنين عشان لو كترنا الطماطم الملوخية تطلع حمرا، انا مش عايزاها حمرا. انا اهو ضربت وسبكتها، حبيت اسبكها بس كده مع الثوم. وبعدين اهو خلاص اهو نزلت بالشوربه بعد ما استبكت طبعا. والشوربه مش بنزل كلها مره واحده، بنزل بشويه شوربه عشان لما انزل الملوخيه لو تقيله ازودها. طب افرض انا نزلت بالملوخيه كلها وهي خفيفه لسه، مش هينفع. وجبت اهو، وجبت على العين التانية طاسة، حطيت فيها معلقتين اتنين سمن عشان نعمل الطشة اهو. وهنزل بالثوم. وطبعا هحط لها كزبرة اهي، معلقة كزبرة كده، ونقلب. وعلى العين التانية حاطة الشوربة مع الصلصة. اما تبدأ تغلي بقى، هتبدأ تغلي، انزل بالملوخية وبالمضرب. طبعا هي بقى ايه، كتل اهي، بالمضرب اضربها كده عشان تفك من بعضها اهو. اهو اهو بالمضرب كده تفك. طبعا وحتى على العين التانية الطاسة فيها الثوم والكزبرة. شوف فكيت اهو، شفت القوام بتاعها لقيته كويس اهو. قلبتها اهو. طبعا لما تصفر بقى ابدأ ايه، احطها في الطاسة اهي. نزلت بالطش اهي يا حبايبي. مش بغطي الملوخية يا جماعة، انا مش بغطيها اهو. مش بغطي الملوخية، وخدت كبشة وحطيتها في الطاسة اللي فيها ايه طوب. وبعدين نزلت اهو اهو. شفتوا، كنت طبعا حاطه الملح للشوربه فهي مش محتاجه ملح. وبألف هنا وشفا اهو يا حبايبي. شفتوا القوام، شفتوا مش خفيفه وما عملتش على الوش كده ولا اهو. بصوا، بألف هنا وشفا. بصوا الملوخيه، بسم الله ما شاء الله، جميله اهي. طبعا فراخ، طبق رز بقى وفراخ وكده،
انا بس ايه قلت اصور الملوخيه كده ايه بألف هنا ولا بالعيش بقى جميل. متنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه. مع السلامه.